قليل ما نشاهد فاعلية إلا إذا جاء تجديد العقد، يعني يظهر وكيل أعمال اللاعبين، البقية يعني يبدو لي أنه في غياب، أو حتى قد يكون بعد لما يكون النجم أبرز من وكيل أعماله، يعني دائما ما تكون الحظوة للنجم والتصاريح للنجم وكذا. إذا انزنق اللاعب صراحة يروح الوكيل أعمال. معك حق، يعني شوف هو يمكن يكون الخلل او الخطا من الطرفين، سواء كان من اللاعب او من وكيل الاعمال. اللاعب فيه عدم معرفه مهامه، ووكيل الاعمال ايضا عدم معرفته في مهامه، فصارت الامور ملخبطه يعني من الناحيتين. يعني لكن هي بكل سهوله لما يحصل هناك اتفاقيه بين اللاعب ووكيل اعماله في على نظام معين، فراح يرتاح اللاعب، راح يرتاح وكيل الاعمال. سالفه ظهور اللاعب في الاعلام او زي كذا، انا بالنسبه لي تتكلم معي كياسر قحطاني، اتمنى اني ما اظهر في الاعلام، وانه اللي يظهر وكيل اعمالي، لكن المجتمع والاعلام نفسه ما يتقبل الامر هذا عندنا هنا. يعني الان لما اجي انا اتكلم معك واقول لك انا ما راح اظهر في الصحيفه او في الصحف، مع ان انا هذه خطتي المستقبليه، يعني المستقبل القريب انه يكون هناك تحديد اوقات معينه، يعني في السنه حيكون في الموسم، يعني يمكن يكون عندي مؤتمر صحفي او مؤتمرين يشمل جميع الجرائد وجميع القنوات، وهذا هو تصريحي وهذا كلامي. لانه للاسف في المرحله الاخيره كثرت يعني التقول على لسان اللاعب والحوارات الكاذبه على لسان اللاعب، وللاسف ليس هناك من نلجا اليه عشان ناخذ حقوقنا. ف... فيضطر اللاعب انه يظهر ويتكلم بلسانه، لان المجتمع او الجمهور نفسه او الاعلام ما يتقبل صيغه وكيل الاعمال انه يتكلم عن اللاعب، كانه وكيل الاعمال قاعد يتكلم من نفسه، وهو نفس توجه اللاعب يعني في النهايه. فزي ما قلت لك، اما من ناحيه التسويق، الشركات نفسها اللي تحتاج التسويق هي نفسها مي قاعده تعطي اللاعب او اللاعب قيمته الاساسيه، يعني تنظر له نظره اوكي لاعب ومشهور، ولكن انا ما ابغى ادفع الفلوس هذه في لاعب هو يستحقها، ويستحق اكثر من يعني مما يقدم اليه كلاعب سعودي، يعني وله اسمه وجماهيريته ايضا في الكره السعوديه.